السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. اسمحوا لي النهارده ان انا اطلع معاكم بمناسبة طبعا ابارك نهني انفسنا ونهنيكم بمولد النبوي الشريف. وتسمحوا لي النهارده ان انا اتكلم عن موضوع الانتخابات الرئاسية اللي احنا ان شاء الله باذن الله تقرا في الفترة القادمة، لان تشرف مؤسسة القادة انها من ضمن المؤسسات التي تتابع العملية الانتخابية بعدد آلاف من ابناء المؤسسة. والحمد لله النهارده هنبدا باذن الله نسجل الاكواد بالنسبه لاعضاء مؤسسه القاده على الموقع الرسمي للهيئه الوطنيه للانتخابات. فهيتم ده ازاي؟ من خلال ارسال الاكواد الخاصه بكل محافظه للساده منسقين المحافظات، وهم هيتولوا توزيع هذه الاكواد على الاعضاء الذين قاموا بالتسجيل على اللينك الخاص بمتابعه الانتخابات اللي اطلقته مؤسسه القاده. طبعا تسمحوا لي ان انا اقول لكم ان طبعا كل واحد هيبقى ليه كود خاص بيه جنب اسمه. هيخش المطلوب من حضراتكم ان انتوا تخشوا على الموقع الرسمي للهيئه الوطنيه، هتسجلوا الاسم والبيانات وترفعوا صوره البطاقه وش وظهر مسحوبه سكان، وهتبقى مرفوعه على قد الخانه اللي موجوده في الاستماره اللي موجوده. ونفس الحكايه هتبقى الصوره الشخصيه هتبقى صوره بالوجه كده مباشره، ويكون الخلفيه فاتحه او يكون خلفيه بيضاء يكون افضل، عشان نضمن ان التسجيل ما يترفضش. يعني حضرتك هتسحب البطاقه بتاعت حضرتك اسكان وش وظهر من غير اي فراغات وترفعها على الموقع، ثم ترفع الصوره الشخصيه على نفس الاستماره على نفس المكان بالكود اللي انت داخل بيه، بحيث ان احنا نضمن ان شاء الله ما يترفضش ولا كود من الاكواد بتاعتنا. بعد كده بيتم بقى حضراتكم طبعا بيجي ان شاء الله نستلم الايديهات بتاعه متابعه الانتخابات، وبيتم توزيعها على حضراتكم من خلال الساده منسقي المحافظات. واحنا النهارده بدانا الحمد لله التسجيل، وجاري التسجيل على كل محافظات مصر باذن الله. واتمنى ان حضراتكم باذن الله تبقوا كما تعودنا انجاز قوي، تميز في الاداء. وهيكون لينا دوره قبل بدايه الانتخابات، قبل عمليه متابعه الانتخابات هيكون في ورشه عمل للساده اللي هيتابعوا الانتخابات، هنشرح فيها الخطوات اللي هتتم، وهنشرح فيها المطلوب من حضراتكم بالتفصيل الكامل. وان شاء الله باذن الله نلتقي قريبا في تسجيل تاني نوضح فيه اكتر الخطوات القادمه. تحياتي لحضراتكم والى لقاء قادم ان شاء الله. تحياتي.